هو المفروض يتقال ايه بعد مباراة زي دي؟ مباراة انت ما لعبتش فيها، مباراة مدربك مش موجود معاك، مباراة كولر مش موجود معانا تقريبا، هو بيتفرج على مباراة تانية او ما عادش فيه دماغ اصلا ان هو يدير النادي الاهلي ولا اي حاجة. تعادل سلبي في اخر دقيقة، كنت هتخسر من بيراميدز 1-0 وهو ناقص، مطلوب منه مهند لاشين، وكنت هتخسر المباراة وانتهى الدوري. هو انتهى فعليا حتى بعد التعادل، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع خلاص، اتحسم الموضوع لبيراميدز. انت عاوز ايه من بيراميدز وانت مسهل له كل حاجه؟ انت ما بتلعبش كوره، مدربك ما عندوش فكر، مدربك ما عندوش اي حاجه يقدمها لك تاني. خلاص الراجل ده فلس، الراجل ده ما عادش عنده اي حاجه. انت اتعادلت في مباراه انت ما لعبتش فيها ب5 جنيه كوره، انت ما عملتش اي حاجه النهارده. ايه بقى يا جماعه؟ ايه بقى؟ ما فيش يا جماعه، حتى الجول جيب بس قله تركيز من بيراميدز. الجول اللي جه من احمد رضا في الدقيقه 96 ده، ايه اللي انت بتلعبه؟ ايه خطتك؟ ايه ادوار الخط الهجومي بتاعك؟ مفيش، انت ما عندكش فكره، انت ما عندكش اي حاجه، انت مفيش، انت مدرب ابيض، انت مدرب لازم تمشي، انت كارثه في ظل المجموعه اللي الاهلي بيمتلكها من اللعيبه دول، وانت بتقدم الكره دي. يا عم اخفى في دول غور، انت المباراه دي كنت لازم تكسبها عشان تفضل على امال انك تكسب الدوري في الاخر، وان مباراه الزمالك ممكن تتعاد، وان بيراميدز ممكن يقع في الماتشات الجايه. لكن انت تعادلت. ايه ده؟ ايه اداء بعض اللعيبه دي؟ ايه ده يا احمد يا رضا؟ ايه الاداء ده يا حبيبي؟ نزلت بديل؟ ايه ده؟ انت الجول جول بالصدفه جه في الاخر، لكن انت يا بابا انت كل بساطتك غلط. نازل قلقان وركبك بتخبط في بعض. يا عمي الجول ما حدش بس يجي يقول لي جاب جول في الاخر، جاب جول في الاخر دي جت كده صدفه. كوره قاعده تخبط كده، شاط جت جول، عشان ما نتنقطش بس، عشان جماهير الاهلي ما تتنقطش وتيجي بس في النهايه كده تخرج من المباراه انك خسران 1-0 من نادي بيراميدز، وانت ما لعبتش كوره وهم مطلوب منهم واحد، ومدربهم اشجع من مدربك الجبان وبيلعب كره هجوميه اكتر من مدربك الجبان. مدربك اللي ما عندوش، هو بيعمل تبديلات كويس قوي، هو بيعمل تبديلات حلوه قوي، يلا ننزل بقى واحد وننزل مش عارف ايه، لكن بقى فكر بقى احنا هنعمل ايه في المباراه؟ مفيش. حسين الشحات النهارده انت بتقدم لي ايه؟ ايه العبث اللي انت بتقدمه النهارده ده؟ الواحد كان بيتكلم ان فين قفشه وفين حسين الشحات. يا عم حسين الشحات ايه المستوى ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه المستوى الرديء ده؟ ايه ده يا جماعه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ اشرف بن شرقي النهارده ما كانش موجود، بس انا حاجه اقول لك ان خط الهجوم كله بتاع الاهلي انا مش فاهم مين بيعمل ايه. الفرص اللي هي قليله واللي نتكسف ان احنا نقول ان هي فرص، كلها جايه من اجتهادات لعيبه، مفيش اي خطه، مفيش اي فكر هجومي. ايه اللي احنا قدمناه النهارده يشفع لنا انك تكسب المباراه دي ولا انك تكسب الدوري؟ بالعكس نادي بيراميدز احسن منك 100 مره، نادي بيراميدز قدم كوره احسن منك، اللعيبه نازله مركزه وواثقه من نفسها وبتستلم الكوره وقلبها على كل كوره. انما انت النهارده عملت ايه؟ ولا حاجه يا جماعه. إيه انا مش فاهم ايه وجهه النظر. إيه الاهلي النهارده ما قدمش كوره، حد يجي حد بقى يقول لي لا ده الاهلي مثلا في الدقيقه اللي في الاول دقائق، ما هو في اول دقائق دي ما هو المفروض ان لعيبتك تكون مركزه وبطل انانيه. وامام عاشور في اول فرصه جت للنادي الاهلي لو كان بصر حسين الشحات جوه منطقه الجزاء وشاط حسين الشحات على طول، كان الموضوع هيبقى سهل، والموضوع هيجي جول وتفتح المباراه. لكن انانيه تاني لسه متكلمين عليها في المباراه اللي فاتت، برضه المباراه دي كوره جات لك يا عم خلص باص الكوره اديها لحسين الشحات قدام الجون، هو هيشوط على طول الكوره مباشره. يا اخي ما تقرفوناش يا اخي، حاجه بنتفرج عليها عشان الترفيه بتقرفونا، بتخلونا عايزين نبطلها من كتر الفلسفه في طريقه اللعب. ايه ده؟ ايه طريقه اللعب دي؟ هرجع تاني واتكلم، ايه كولر هو بيعمل ايه؟ قاعد بره بيعمل ايه؟ جايب جهاز فني مكون من مش عارف كام واحد، بتعملوا ايه؟ ايه اللي في النهايه؟ ايه المنتج اللي بتقدموه لي في الاخر؟ مفيش. منتج رديء، منتج ريحته وحشه. جمهور الاهلي النهارده غاب كتير قوي عن التشجيع في وقت اوقات تحس ان هو ملعب من غير جمهور. برضه لا حرج عليهم يعني، ما اكيد شايفين بيبي في الملعب هيعمل ايه يعني. انت كنت هتخسر لولا كوره طايشه، كوره معفنه دخلت جول من احمد رضا، شوطه وخلاص دخلت وتعادلت 1-1. كنت هتخسر وهم ناقصين 1-0. يا فضيحه. المفروض تنزل تاخد المباراه دي تاكلهم في الملعب، تاكلهم رايح جاي، تاكلهم ايه؟ هم اللي كانوا احسن منك طول الماتش.
بس ما حدش بس يضحك على نفسه. وسام ابو علي نسي الكوره ونسي الاستلام ونسي التسليم ونسي الشوط ونسي كل حاجه. الولد اتبدل من بعد الاصابه اللي كانت عرض لها دي، اتبدل الولد بقى واحد تاني، بقى كائن تاني، بقى لاعب تاني، بقى دماغه تقريبا مش في الملعب، بقى بيفكر في العروض اللي جايه له، بيفكر في الاعلانات اللي بيصورها. مفيش الولد ابيض. وسام ابو علي ابيض النهارده. الوحيد اللي كان له شكل هو امام عاشور، بس برضه الكره الانانيه اللي في الاول دي يا امام حرام عليك، الكره مش ضامنها 100%. باصي يا اخي، باص الكوره يا اخي وخلينا نضمن المباراه، وخلينا كنا ناخد 3 نقط دي وتضغط عليهم نفسيا. يا جماعه بيراميدز ممكن يحقق ثلاثيه السنه دي، ممكن ياخد الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا. ده هتبقى كارثه ومصيبه لما نادي وضيع زي ده بقى من 2008 ويجي ياخد منك ثلاثيه كده. يبقى حقه يتنطط عليك، وحقه لعيبته تتنطط عليك، وحق مدربه يقعد يتنطط لك كده على منطقه الجزاء. حقه يعمل كده. ما هو مش شايف انت بتلعب من غير مدرب، انت بتلعب من غير حد بره شايف انت عاوز تعمل ايه ولا بتروح فين ولا بتعمل ايه. مدرب عايش في ميه البطيخ، مدرب مش عارف هو بيعمل ايه، مدرب مش مقدر حجم النادي الاهلي. انت تنزل الماتش ده مطير الدنيا وتهجم انت وتستحوذ على الكوره وتعمل فرص كتير. الشوط الاول شوط قذر ووحش، بنحب اول فرصتين بس اللي جات لك دي، وفي الاخر خلاص بقى ولا انت موجود ولا انت رايح فين ولا اي حاجه. والشوط الثاني يبدا وخلاص الطرد حصل لك. مهند لاشين افتح المباراه بقى يا اخي، ورينا لعب كوره. اهو بيلعبوا 10 وده بيلعبوا 10 ومدربهم بيهاجمك عشان عارف انك جبان. لا كان هجومك حلو ودفاعك الاثنين لبسوا انذار من نفس المهاجم. ده حاجه والله العظيم تقرف. قلبين الدفاع بتوعك اشرف داري ورامي ربيعه الاثنين لبسوا انذارات في الشوط الاول. ما هي هيصه بقى، هيصه، كله بيهيص وكله باي حاجه بقى. ما هو الدفاع سيء، وعندك سبحان الله بقى من سبحان الله اقدار ربنا. يلعب يحيى عطيه الله يتصاب، ينزل كريم الدبيس يتصاب، يلعب بقى بمحمد هاني بقى باك شمال عشان انت مش عاجبك معلول. هترجع له تاني تلعب معلول غصب عنك، غصب عن مناخيرك، يكسر مناخيرك وهيلعب. ما عادش عندك يا حبيبي يحيى عطيه الله اتصاب وكريم الدبيس اتصاب. ها العب بكوكا بقى لو كان سليم. عاند بقى عندك علي معلول، عاند بقى بجمله. ايه اللي مستنيينه من المباراه دي؟ ايه يعني انا المفروض افرح بهدف التعادل ده وهيص واو هو ده روح النادي الاهلي؟ يا عم بلا قرف، اسكت يا عم، اسكت، اتكسف على دمك. ده مكسوف. المباراه دي انت خسران اكتر ما منها بتعادل. انت المفروض تطلع ولا تحتفل ولا تعمل، والمفروض الجول جه تتكسف وشك في الارض من جمهورك. كل واحد بياخد فلوسه بكام مليون بياخدهم في الاخر بيقدم لك الكاكا اللي في الملعب ده. يا عم بقى بلاش وجع دماغ. شوف الانديه اللي عندها مشاكل ماديه، اللعيبه بتنزل تاكل النجيله. انت بتعمل ايه؟ اللعيبه عندك احمد رضا كل الكوره اللي باصاها لطاهر محمد طاهر دي، الكوره دي يا نهار اسود، فدان قدامك فاضي. الكوره يعني لو باصاها على الارض فاضيه، باص يا عم عدل، لا حطها في الاوت. طاهر ما اتكلمش لان هو مين هيتكلم معاه؟ هو اكيد احنا الجمهور اللي في الملعب والجمهور اللي زينا كده بيتفرج في البيوت هيبقى يعني قال كلام قليل ادب. انت ايه بقى ايه ده؟ التغيير الفني الوحيد اللي عمله من اكتر من كام مباراه فاتت اللي لما حصل عنده اصابه كارثيه، حصل عنده بقى فمضطر بقى يفكر في فكر خارج الصندوق، فراح مطلع بقى مين؟ حيله خلاص كريم الدبيس يطلع ونزل احمد رضا يلعب في نص الملعب، وودي اكرم توفيق باك يمين ورجع هاني باك شمال. هو ده التغيير بقى اللي هو بص فيه حزلقه والمدير الفني اللي مش عارف ايه. هو ده الحاجه الوحيده، غير كده ابيض. عايز لعيبه، ما عنديش لعيبه. الصفقات جاب لك صفقات، هات لي بقى كوره، ما فيش كوره. لا انا عايز بقى، ما عايز حد يجيب لي كوره. عينوني مدرب، عايز صفقه مدرب لان انا مدربي ضايع. يا عم زيزو، اشرف بن شرقي، جراديشيار، وسام، امام، هو كل واحد كله هيكون تحت المدرب ده، هيطلع منه المنتج ده. هو مدرب ده فكره، ده حدود دماغه، هو ما فيش اي حاجه هتطلع منه غير ده. خلاص انت كل ده هتشوفه قدام سان داونز، هتشوفه في كاس عالم انديه اللي هو كام، هتشوف كل حاجه. اداء ده هتشوفه على طول، ما فيش اي في تغيير، ما فيش اي حاجه.
لان هو ده فكره، ده حدود فكره هي دي، غير كده مش هتلاقي يا بابا خلاص. انت النهارده الشناوي شال برضه فرص يا جماعه الخير، ما هو وبعد افرض الشناوي مش في يوم انت لبست واحد والتاني وطلعت بره، لاني انا مكسوف اقول لك ان انت ما عندكش فرص. الدقيقه 80 في كوره جات لوسام ابو علي، يا نهار اسود، ده شاطها يعني لو ابني هيشوط اقوى من كده بشماله بيو وطلعت بره ويمسك راسه يا عم تمسك راسك على ايه؟ هي الكوره قذره ومعفنه وضعيفه وبره بره الحدود اصلا المرمى. مفيش. لا وبيتقمصوا لما جماهير الاهلي بتتفرج وتقول لك الاداء وحش واسلام مهدي يقوم فاقعهم اصفار للركب، بيزعلوا قوي منه. وازاي بيدينا اصفار؟ ده والله العظيم النهارده ابقى متوقع ان هو يديك بالسالب بالاداء ده، انك بتركب عليا فريق عامل زي يعني فريق بتخليه قدامك هو ريال مدريد. يعني بص انا بالنسبه لي بص يعني ابراميدس ريال مدريد، الكل نازل خايف ونازل بترعش ونازل مش عارف ايه، ولا اي حاجه، ولا عملت اي حاجه، ولا النهارده استغلت الفرصه وان انت جاي كسبان الهلال وواخد بقى باور ومش عارف ايه، وما تقوليش حجه بقى الارهاق والسفر ومش عارف ايه. يا جماعه بقت حجج بطله قوي قوي، بقت حجج سخيفه، حجج يعني بايخه الصراحه. اعترف انت لعبت وحش وادائك مزري ومفيش فكر هجومي. يا عم قول لي النهارده الجمل الهجوميه المطلوبه من اللعيبه ايه في خط الهجوم، هقول لك مفيش. ده امام عاشور، دي ادوار امام عاشور تحت المهاجم. امام عاشور عمل كام كوره النهارده لوسام ابو علي؟ كام عرضيه النهارده اشرف بن شرقي؟ كام عرضيه لحسين الشحات؟ طاهر لما نزل عمل ايه؟ محمد عبد الله لما نزل عمل ايه؟ زيرو، كله زيرو، كله صفار. المنتج وحش. انت متخيل الملعب فيه وسام ابو علي، اشرف بن شرقي، حسين الشحات، امام عاشور، بعد كده ينزل طاهر محمد طاهر وينزل محمد عبد الله وعندك جريتشار ينزل وعندك قفشه بره. انت مفيش حاجه. كل الاسامي دي وما عندكش حاجه. وهم فريقهم ناقص، يعني بيلعب ناقص مهند لاشين، ومن اول المباراه عنده نقص في اللعيبه. عنده ابراهيم عادل مش موجود ورمضان صبحي مش موجود. انت قدمت ايه النهارده؟ انت كنت بتلعب لايه والمين وبتعمل ايه وفكرك ايه ورايح عايز من المباراه ايه؟ انت عاوز المباراه دي مكسب. انا كواحد من جمهور النادي الاهلي واتشرف ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي والشعار ده بحبه جدا، انا كنت نازل المباراه دي اكسب واطحن بيراميدز، اطحنهم طحن واهزهم نفسيا عشان اخد الدوري، وعشان لو طلع لي ان شاء الله اذا اتخطيت صن داونز وهو اتخطى مولوديه، يجي يقابلك في النهايه وهو انت كسر مناخيره. انما ده حلو كده، هو خد منك الدوري. انسى ان هو يقع، انسى تحكيم المصري هيكسبه كل الماتشات الجايه. انسى بقى، انسى مبروك الدوري للبيراميدز، انسى. واذا صعدك في النهائي فهو كسبانك نفسي، هتنزل انت بقى ركبك بتخبط في بعض ومش عارف ايه مع جمهورك. النهارده انا اسف الجمهور ما كانش بيعمل اي حاجه، بيجي في اوقات غريبه كده يسكت وتلاقي الجماهير بتبقى مش عارف ايه منكمشه في بعض وما فيش حد بيتكلم، ما تفهمش فيه ايه اللي بيحصل. الاهلي يجي كله ايه والدوري مش هيروح، الدوري راح، الدوري مش هيروح، الدوري راح يا عم. اللعيبه دي كانت لازم تتهزق على الاداء اللي هي عملته النهارده، والمدرب ده يتهزق والمدرب ده يتشد من الاداره والمدرب ده يمشي النهارده قبل بكره، مش فارقه. كابتن سامي قمصان لو مسك مكانه هي نفس الشكل. هو ما فيش فكر يا عم الحاج، هو ما فيش اي حاجه بيقدمها. ايه اللي هو بيقدمه النهارده؟ صفر، ما فيش تقديم. ايه الفرص النهارده؟ ما فيش يعني ما تيجي مثلا تتكلم على اشرف داري من الاول عمال ينطح ويخبط في مايلي. يا حبيبي اهدى، انزل بالراحه، انت رافع ايه؟ بالراحه. في الاخر لبسك انذار تافه. كوره بعدها برضه مع رامي ربيعه، كريم الدبيسي في كوره ما تقع يا عم وخليه يحسبها فاول. لا ايوه بص خلاص الجرينتا وهوبا هناخد الكوره وقام برجعها ورا طويله. كان لو رامي ما كانش خبط مايلي كان ياخدها يحطها جول، فراح جاي ملطشه برجله خلاص خد الانذار. بقى عندك قلبين الدفاع بياخدوا انذارات، من وقتها ما عادش فيه التحامات كبيره لان الحكم كان هيطردك وانت ما شاء الله يعني لعب عنيف يا اخي، لعب عنيف. اشرف داري كان بينطح، ما كانش بيلعب كوره، بينطح. ايه بقى ما مستني؟ انت ما كنت تجرب النهارده قفشه تنزله يا اخي، على الاقل ما هو قاعد في الثلاجه بقاله كتير كده، نزله يا اخي شوف هيعمل ايه قفشه. ايه اللي هي ايه يعني ايه اسوأ ما هيحصل؟ جرب
خسران حاجه. في الاخر تقول لي لا ما هي مش هزيمه، احنا تعادلنا في الاهلي بلس 90. يا عم بلاش كلام بقى، بلاش حاجه دي. التعادل ده يكسف، التعادل ده في حد ذاته يكسف، التعادل ده في حد ذاته مقرف ويكسف ويحرج. لما تيجي تتكلم مش ما ينفعش تتكلم المباراه دي، ما ينفعش تيجي تحلل بقى وتقول اصل في فرص وفي مش يا عم في فرص ايه، في ضحك يا عم. في كوره طلعت في التحليل ما بين، يا ربي كان مين تمريرات كانت ما بين امام عاشور ومهند لاشين. مهند لاشين عامل 27 كوره عم تمريره 22 صح، امام عاشور 6 منهم 4 صح. يعني ايه يا جماعه، ايه الارقام دي؟ ايه الارقام دي يا جماعه؟ في ايه؟ يعني انت قاعد بره محلل الاداء والبتاع اللي بيلبسوه ده بيشوف التحركات الحراريه. يا عم ما تبداش ضحك. هو ده ادائهم بعد، يعني ده ادائهم ودي افكارك بعد التمارين وبتقعد تعمل وتروح وتيجي وتشوف هل ده اللي هو يعني هي دي يعني ده المنتج؟ ما هو زي ما انا قلت في الاول، ده منتج معفن، منتج وحش، منتج سيء جدا يا عم الحاج. والتغييرات ما فيش، ما تفهمش بقى مين رايح فين، ايه بيعمل ايه، ما فيش. ما واحد طلع يا اخي في مهاجم بتاع زفت الطين اتطرد منهم مهند لاشين، نزل مهاجم تاني يا اخي، نزل جاديشيار ونزل قفشه، بدلت جناحاتك. ما هو الاثنين نزلوا هم اشرف والشحات، هم طاهر ومحمد عبد الله، ما فرقتش حاجه يا اخي. كنت نزل مهاجم زياده ونزل قفشه، خلاص العب. انت لازم تكسب، انت التعادل مش مفيد ليك، انت لازم تكسب، انت لازم تكسب، مش تلعب لي على التعادل يا حبيبي. ايه المنتظر يعني؟ هبقى انا ما تيجي بقى قدام سان داونز وتقوم خارج فيقول لك وجه الشكر لكولر، يا عم وجه له طلقتين. ايه ده؟ والله العظيم الواحد ضغطه ارتفع وزهق. لما تيجي انت المباراه دي انت عشمان فيها تنزل وتلعب ويلا وتكسب المباراه دي وتحط على الفريق ده وتكسر شوكته، هياخد من احتمال ياخد 3 بطولات. ده بيلعب على نهائي الكاس وهو بياخد الدوري، وهو احتمال يطلع النهائي في دوري ابطال افريقيا، ياخد منك ثلاثيه. ده يا نهار ابيض لو بيراميدز خد 3 بطولات. لو خد 3 بجد تبقى وحشه قوي، وحشه قوي. وايه وانت اللي مسلمه يعني. اقول لك مسلمه ليه؟ لانك انت انسحبت من الكاس وتعاقبت انك ما تلعبش، والدوري انسحبت من قدام الزمالك واديته وخسرت نفسك 3 نقط اونطه كده زكا عن صحتك، ورحت انت في دوري ابطال افريقيا. انت بقى يعني ايه؟ هنشوف بقى انت هتعمل ايه. هل انت اللي هتتخطى صن داونز وتخسر منه في النهائي، ولا هتعمل ايه؟ مع انت عمال بتدي له هدايا، هو صعبان عليك تقريبا. ما ينفعش تقول هارد لك النهارده، ما ينفعش يا جماعه. لا اداء وحش، انتوا وحشين، اداره فنيه سيئه، مدير فني وخلاص فلس باي يا عم. يعني ايه؟ اتوكل على الله. خلاص انت فلست، المدير الفني خلاص فلس، ما عادش عنده فكر، ما اللعيبه ما عادتش فيه حاجه هتقدر تطلعها مع المدرب ده. عندك كواليتي لعيبه محترم، لكن عندك مدرب ما عادش عنده فكر. دي الخلاصه. كولر لازم يمشي، انتهى عصر كولر، ودي سنه الحياه يا جماعه. بلاش سنه الحياه عشان غلط، دي سنه الله في الكون، ان التغيير لازم، التغيير لازم تغير. خلاص كولر مرحله وانتهت، شكرا ليك، الموسم الثالث انت ما كنتش في مستوى، باي باي، اجيب مدرب جديد بفكر جديد، اللعيبه بقى تبدا تصحصح معايا كده وتشوف. ما هو انت الساعي بره، قفشه بره، مش عارف ايه. ما يا عم جرب الناس دي وشوفهم بيعملوا ايه احسن، يكونوا احسن، يمكن يبقى تحت ايدك يكونوا احسن. لكن هيموتوا كده يا عم. جيب مدرب جديد يشوف الناس دي تنفع ولا لا، قفشه ينفع يكمل ولا لا، الساعي هينفع ولا لا، بس ونشوف بقى قدام هيكون في ايه. عايز اقول والله هزيمه مستحقه للنادي الاهلي. ما هي هزيمه مستحقه فعلا، مع انه تعادل، بس هي هزيمه، نتيجه سلبيه يا اخي، نتيجه سلبيه مستحقه للنادي الاهلي بسبب ان الاهلي بيلعب من غير مدير فني. بس دي نهايه الكلام. سلام.